يا سلام. اخيرا الواحد هيقعد يشرب كوبايه نسكافيه. ايه ده؟ كوبايه نسكافيه ايه؟ قومي بسرعه، ده انت وراكي هم ما يتلم جوه. انت لسه هتشربي نسكافيه؟ يا نهار ابيض، انا لسه هروق كل ده؟ لا لا، ده كتير قوي عليا، خلوني قاعده في البلكونه احسن. انا هشرب النسكافيه وبعد كده بقى نشوف الحوار الكبير ده. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد، واخيرا نقلنا شقه الاسكان بعد بقى تعب وانتظار وتوضيب. اخيرا نقلنا. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما نقلت وانا الوضع دوت، انا قاعده في البلكونه خايفه اخش الشقه ابدا. تمام، تعالوا بس نبدا الفيديو بتاعنا النهارده. واول ما نبدا الفيديو بتاعنا، كل اللي لسه معانا جديد يحط لايك واشتراك عشان يبقى معانا في المجموع في عيلتنا، وعيلتنا تكبر بيكم. بصوا بقى، احنا نقلنا هنا نقلنا العفش، وما ادراكم ما نقل العفش. عايزه اقول لكم كان يوم صعب جدا جدا فعلا. النقل مش بالسهل. النقل ده عايز بصراحه يعني صحه وطولة بال، ويعني الواحد ساعات اعصابه بتفلت كده من منظر كركبه فوق بعض، وتحس ان انتوا مش عارفين هنبدا منين ولا منين. عايزه بس الاول اقول لكم ان احنا كنتش هنقل يعني في اليوم بتاع النقل ده، ما كنتش هو ده اللي عامله حسابه. كنت انا متصله بشركه الغاز عشان يجوا يفكوا لي يحطوا طبة للغاز بتاع السخان والبوتاجاز. تمام. فقالوا لي تمام يومين وهيجوا، فانا قلت في اليومين دولت لما يجوا ويخلصوا هننقل. فسبحان الله، اليوم اللي احنا كلمناهم فيه تقريبا نفس لا مش نفس، يعني احنا كلمناهم تقريبا الساعة العصرية كده. تاني يوم على طول لقيناهم جايين بيفكوا الحاجة. كانت تقريبا الفك ده كان مكلف 350 يعني زيارة والفك وركب اللي هي الطبات، وبيدوك وصل بالكلام ده. فجوزي قال لي طب احنا يعني السخان اتشال والبوتاجاز اتشال، ومش هنعرف نعمل لا اكل ولا شرب ولا حمى ولا اي حاجه. فاحنا ايه اللي مستنيينه؟ احنا ايه ننقل يعني. فبصراحه كان الموضوع بالنسبه لي مفاجاه، لان انا كنت يعتبر قفلت مثلا 90% من العفش، وحطيت بقى في اكياس وشويله وكراتين وكده. فبالنسبه لي كان الموضوع ايه جاي في السريع. فبصراحه يعني ربنا يكرمه، كان اخويا ومرات اخويا كانوا معايا، وبصراحه انجزوني ولموا معايا وقفلنا الدنيا يعني. فبجد عايزه اشكرهم ان هم تعبوا معايا في اليوم ده جدا. بصوا بقى، احنا هنا جينا نقلنا العفش. طيب في ناس كتير هتسأل نقل العفش ده كلفني كام؟ طيب بصوا، اول حاجه احنا كنا متفقين مع ناس هيجي ينزلوا العفش ويودوه. تمام. قالوا هياخدوا في الشقه كلها، يعني ينقلوا من الرابع ينزلوا لحد الارض، ومن الارض ينزلوا لحد ينقلوا ويجوا هنا في الاسكان يطلعوا لي هنا اول بلكونه بعد الارضي. تمام. قالوا كان هياخدوا 3000 على بعضيهم. تمام. لما جم هناك الشقه قالوا لا، ده التلاجة والديفريزر والوزن على السلم، يعني وارد ان هم يتخبطوا وميبقوش احسن حاجه. احنا مش مسؤولين لو اتخبطوا او الجراح حصل لهم حاجه. فساعتها قالوا لا، احنا يعني احنا بنخلي مسؤوليتنا عنه. فجوزي ساعتها قال لي لا، مش هينفع ان هم ان هم يعني هم اللي يعني ان هم مبقوش مسؤولين عن العفش، فلازم يبقى يعني تدينا حاجه كويسه مش مربوطه، يا اما بلاش. فهم بصراحه قالوا احنا مش مسؤولين عنها يعني، عشان السلم كان ضيق شويه. فاضطرينا نجيب عربيه ونش عشان ينقلهم. الونش بس جه خد في التلاجة والغساله والتلاجة في التلاجة والديب فريزر بس 900 جنيه، ونزلهم لي على مرتين. تمام. والباقي بقى كله، بقيه الناس اللي كانوا موجودين هم اللي شالوه، هم ايه اللي حطوه. تمام. تقريبا في حدود 2000 جنيه، عشان هما كنا جيب دوالش يعني. فخدوا يعتبر في حدود 2000 جنيه، مع العلم ان انا كنت ناقله قبليها الدواليب والنيش، يعني الدولابين والنيش انا كنت نقلهم تقريبا قبلهم بيومين 3. واسم دوت وجيت نصبت النيش واسم دوت وفرشته. قلت عشان حاجته ما تتكسرش في النقل وكده، وما يبقاش حد مثلا يزق كرتونه يخبط حاجه او كده. فانا قلت ايه يعني انصبه واخليه جاهز يعني لوحده، عشان ما يبقاش في اي حاجه اتخبط فيه او حاجه ايه ازعل عليها يعني وكده. والدواليب برضو والدي جه نصبها لي وظبطها لي، يعني نصبها لي ان انا اول ما اجي احط فيها الهدوم بتاعتي على طول. تمام. بصوا هنا النيش اهوت منصوب، والدولابين ما اتنصبوا. تمام، بس لسه ما اتفرشوش. وكان والدي ربنا يكرمه اول لما جه، هم كانوا ايه، احنا نقلنا بالليل الساعه 11 بالليل مثلا. تمام. فاول ما جينا انا جوزي قال لي بقى احنا هننام، عشان كان الساعه 8 الصبح، كان بابايا ومامتي واخويا ومرات اخويا كلهم جايين بقى يساعدوني. فقال لي الحقي نامي لك شويه عشان اليوم كان طويل جدا وتعب علينا، ويلا نصحى الصبح بدري نبدا الحاجه. بصراحه انا كنت بصي في حاجه كده ما كنتش عارفه انام. كنت بصوا بسرعه بقيت ادخل كل حاجه في اوضتها، وعماله اشوف الاوضه هتيجي مظبوطه ولا لا، واحط الاتنين كومودين هتاخد المقاس ولا لا. وبرده اسمه دوت يعني ايه، عارفين انتوا يعني انا عايزه اتصور الحاجه مفروشه ازاي
ازاي قبل ما اي حد ما يجي، يعني اشوف بس الحاجه ظبطت ولا ما ظبطتش. الاوضه دي احنا عدلناها وفي فيديو كامل طريقه التعديل بتاعتها واتقصت ازاي. اول ما جيت الشقه حرفيا انا كنت يعني جوزي قال يلا هننام ونايم البنات وخلاص بنقفل الدنيا، قلت له لا انا مش هيجيلي نوم غير لما احط الاوضه واشوفها هتيجي على نفس الرسم اللي احنا واخدين مقاساتها ولا لا. والحمد لله بصوا عايزه اقول لكم ان هي جت في المقاس، ان السرير في الوش وجنبيه 2 كومودينو وان الدولاب على جنب والباب بيتفتح ما بيخبطش في الدولاب. فبالنسبه لي انا كده ارتحت نفسيا تمام. برضو والدي بقى جه الصبحيه وربنا يبارك لي فيه، عمل لي بقى ايه، نصب لي السراير. يعني بصوا انتوا لو تلاحظوا السرير كده مش منصوبه، انا بس كنت منصبه كده عشان اشوف بس الشكل واشوف الطرق قد ايه والممرات هتبقى واسعه ضيقه، يعني اتخيل بس الوضع تمام. فوالدي بقى جه عمل لي المطبخ، بصراحه هو اللي نصبه لي. يعني بدأ يركبه كده. بص انا جربت هنا احط الديب فريزر والتلاجة في فتحة، يعني اول ما تخش من الباب احنا نقلنا الباب في النص، وبرده في فيديو كامل على ازاي احنا نقلنا الباب في النص. بصوا هنا حطينا المطبخ وحطيت التلاجة والديب فريزر في وش بعضيهم تمام. لما حسيت ان التلاجة والديب فريزر واكلين الجو، يعني الدنيا مقفوله كده وفي حاجتين كبار قصاد بعض، فبصراحه ما حسيتهاش. بصوا هنا كنا لسه ما حطيناش الرخام. بصوا كده المنظر بتاع التلاجة في وش الديب فريزر، حسيت بصراحه قافله المكان، فطلعت الديب فريزر دخلته الاوضه التالتة تمام كده. فقولي لي برضو ايه رايكم يعني في النظام ده. هنا بقى الأوضة والدي بعد ما نصب لي السرير، يعني هو نصبه بس كده عشان بس البنات يعرفوا يناموا عليه بالليل، وفرشناه بس يعني كده ايه حاجة تقضي الغرض. انما الأوضة كلها على بعضها بقى فرش ودواليب ورص وسجاد وكده هعملها معاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. فبقى استنوني عشان نبدأ بقى رحلة الفرش للشقة ان شاء الله على خير. ويا رب الفيديو النهارده يكون خفيف عليكم وتكونوا فرحتوا ان انا نقلت يعني. وادعوا لي بقى ان ربنا يعني ايه ياخد بايدي كده ويهون عليا الموضوع، عشان بصراحة حاسة الموضوع بقى كتير عليا. اشوفك فيديو جديد ومع السلامه.